ترك صحبة الأبوين تدمير للحياة المستقبلية للعبد في الدنيا خاصة. إن ترك صحبتهما مع استطاعتك أن تصحبهما وتستبدلها بدوامين. بعضنا عنده دوامين، وإذا قالت أمه ولا أبوه وينك فيه، قال الله مشغول في اختبارات العيال. وين رايح؟ رايح نطلب الرزق. وين رايح؟ رايح انتدابات. وين تتركني في ديرتي وتروح للرياض وتخليني وانا امك؟ قال والله وظيفتي أهم. تبا لوظيفتك وتبا لما أشغلك عن أمك وعن أبيك. صعد صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر فأمن على دعاء جبريل. أسألكم بالله، جبريل يدعو ومحمد بن عبد الله يؤمن، ضاع ولا ما ضاع اللي يدعون عليه ذولي؟ خاب، والله ما خاب، ضاع، خسر الدنيا والآخرة، ضاع مستقبله في الدنيا ويخشى أن يضيع في الآخرة. آمين آمين آمين. من يا رسول الله تؤمن على من؟ قال جبريل، قال لي وهو يصعد عتبات المنبر: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنف، أي دس أنفه في الرغام والصغار والهوان والذل، ولو حفظ القرآن ولو أخذ أعلى الشهادات رغم أنفه. من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر. لاحظ، عند الكبر هم بحاجتك ويمكن ما يقولون لك شيء. رح وين أبوك، رح لوظيفتك، رح لعيالك، انشغل بعمرك، ما قصرت، ومصدقين. وبعض الأبناء مصدق: اي والله أبوي سامح لي. يا عدو نفسك، والدك أرحم بك من نفسك، وأمك أرحم بك على نفسك. أنت المحتاج لبرهم، فاخفض جناح الذل وعد تحت أقدامهم. رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ثم لم يدخلها الجنة. إذا عكفنا تحت أقدام الزوجات والأبناء والوظائف، سلط الله علينا أرزاقنا وأبناءنا وزوجاتنا، وآخر محطة في حياتك يشيلونك في كمبل ولا بطانية. هالعيال اللي يشغلوك عن أمك وأبوك، إذا شغلوك عن حلوة اللبن وقرة العين أبوك، آخر عمرك يلي من شغل بهم ينشغلون عنك ويرمونك على بوابة دار للمسنين جزاء وفاقا. ومن انكسر وذل خفض جناح الذل عند أبوين، خاصة الكبيرين، فتح الله له الأبواب كلها، فتح لها أبواب الرزق، التوفيق. دعوة من أمك، دعوة من أبيك، رح الله يفتح لك باب الرزق. الله يستر عليك ونمك، الله يعطيك حتى ترضى، الله يكفيك شر الليالي والأيام، الله يعطيك ويصب عليك الخير صبا. وين تلقى الدعاء إلا من عجوز على سجادتها وانت قاعد تحت رجليها تتمرغ في رياض الجنة.